بص يا صاحبي اقول لك حاجه، انا كان عندي يقين 200% ان سبب رجوع اسم احمد رمضان بيكهام ومحمود الجزار هو كابتن محمد يوسف. الحمد لله رب العالمين، استاذ محمود شوقي اكد الكلام ده، قال لك فعلا كابتن محمد يوسف هو اللي رشح احمد رمضان بيكهام وهو اللي رشح محمود الجزار. بص انا بالنسبه لي كابتن محمد يوسف هو ممكن يكون يعني اسوأ داون جريد ممكن تجيبه في ملف المدير الرياضي، خصوصا ان كابتن محمد يوسف مع احترامي الشديد ليه هو دايما بيبص لورا، بيبص اللعيبه اللي كانت عندنا، مش بيبص على اللعيبه اللي انا ممكن اخد فيها ريسك. يعني مثلا كابتن محمد يوسف احمد رمضان بيكهام جبناه قبل كده ومجرب، رجعه تاني مع انه ما نجحش في الاهلي. محمود الجزار برضه نفس الكلام، احنا كنا جايبينه وهو شاب ما قدرش ان هو يثبت نفسه فرجعه تاني. محمد شريف يلا رجعه تاني. في ايه يا كابتن يوسف؟ في ايه يا جماعه؟ اصل احنا ما عندناش مدافعين ومصر كلها فيهاش مدافعين، يبقى تاخد قرار ريسك وتراهن على شبابك، راهن على احمد عبدين، راهن على عبد الرحمن رشدان، راهن